el partido. نتمنى أن تكون الأخطاء قليلة جدا غدا وأن نحرز النفوذ بالمباراة ونحرز اللقب. أمجد، هل لديكم الروحية قال الأستاذ عمار في حراز اللقب من أجل إسعاد الجمهور؟ سؤال؟ إيه. تحياتي دكتور عمر. أولا على 23 لاعب، أعتقد بأول يوم تواجدنا مع المدرب إنه قال كلمة إنه الجميع هم أساسيين والجميع هم احتياط، يعني إنه لحد ساعات من المباراة احنا ما حد يعرف منو راح يلعب، وهذا الشيء جيد بالنسبة لنا، منافسة جيدة. أعتقد المدرب يختار اللاعبين اللي أجهز في المباراة، لكن 23 لاعب ما نعرف منو راح يلعب بكرة. حتى المباريات السابقة كنا ما نعرف منو راح يلعب. النظرة إنه دائما احنا منافسين على اللقب، أعتقد إنه العراق دائما هو عين على اللقب فقط. فقط توضيح ان الفريق العراقي الفريق الوحيد في البطوله قبل انتهاء المباراه الثالثه هو الفريق الوحيد اللي استخدم جميع اللاعبين في اشتراك المباراه. هذا نعم. سال حسين. أعتقد الفارق الرئيسي هو أننا نعلم الخصوم جيدا وشاهدناهم من قبل. Porque el haber jugado entre nosotros hace que cada uno sepa qué es lo que quiere hacer el otro. أعتقد كلا الفريقين كل فريق يعلم الآخر تماما ويعلم ما هي طريقة لعب الآخر. Eso hará que intentemos corregir las cosas que no hicimos bien en el primer partido. بكل تأكيد سنحاول تصحيح بعض الأشياء التي لم نقوم بها على الوجه المطلوب في المباراة الأولى. Pero cada partido es diferente y probablemente surjan otro tipo de dificultades. لكن كل مباراة هي مباراة مختلفة وأحيانا نواجه صعوبات مختلفة في كل مباراة. De todas maneras, vuelvo a decir, lo he dicho siempre, nuestra ilusión es ser campeones y hacer feliz a todo el pueblo de Irak. وأعيد مرة أخرى رغبتنا الشديدة في إسعاد الشعب العراقي وإحراز اللقب. طيب، سال حسين. صباح الخير سيد كاساس، أول شيء مبارك لكم هذا التأهل وتحقيق البسمة على شفاه الشعب العراقي جميعا. حسين عمار مراسل وكالة الأنباء العراقية. كابتن، هل هناك غيابات في تشكيلة يوم غد؟ هل تعانون من إصابات؟ وسؤالي إلى أخي أمجد عطوان، أهالي الضحايا في محافظة الناصرية وجهوا رسالة لكم وطالبوا منكم تحقيق الفوز وبذل جهد كبير من أجل تحقيق هذا اللقب الذي غاب عن العراق، ماذا توجهون لهم؟ شكرا جزيلا. Para mañana, a día de hoy, ahora mismo no hay ninguna baja. حتى الآن حتى اليوم لا يوجد أي غياب. Pero estamos preocupados porque hay varios que estamos con síntomas de gripe y demás y esto es muy contagioso, entonces. ولكن ينتابنا القلق بسبب بعض اللاعبين عندهم يعني نزلات البرد بسيطة. Yo ayer, por ejemplo, estuve todo el día, prácticamente todo el día en la cama. تقريبا بالامس كان طول اليوم في الفراش. Esperemos que mañana estén todos sanos. اتمنى ان اليوم جميع اللاعبين يكونوا على الجاهزيه التامه. Si hay alguien enfermo que seamos los que estamos en el cuerpo técnico. اوكي، ولو يوجد اي نزلات برد او اي مرض اتمنى ان يكون في الجهاز الفني وليس اللاعبين. نعم. Al final yo tengo la suerte de tener unos jugadores, bueno, como el que tengo aquí, que puede jugar en muchas posiciones. ما أود أن أقوله أنني أملك الحظ لامتلاكي لاعبين يمكنهم اللعب في أكثر من مركز. Para mí eso es una suerte. بالنسبة لي هذا حظ. Eso hace que en función de cómo está el partido podamos jugar de una manera o de otra. على حسب سير كل مباراة يمكننا اللعب بطريقة مختلفة في كل وقت. Hasta ahora nos ha ido bien. حتى الآن قمنا بكل شيء بشكل جيد. Si alguna vez nos va mal, pues la gente criticará más, pero es cosa del fútbol. لكن في بعض المرات لو خرج العمل بشكل ليس جيد بكل تأكيد سنتعرض للانتقادات وهذه هي كرة القدم. طيب، سالس محمد تفضل. Bueno, perdón, porque ya lo he visto hasta jugar de portero. أنا شفته حتى قادر على اللعب كحارس مرمى. Jugó el día que jugamos el amistoso jugó de portero. ولعب بحارس مرمى في المباراة الودية.